باسم الآب والابن والروح القدس الآن واحد آمين. أحبائي كل سنة وأنتم طيبين. هنبتدي مع بعض أول رحلات الصيام المقدس، الصيام الجميل اللي احنا بنعيشه. الأسبوع ده إن شاء الله هيكون أول أسبوع الاستعداد. وأسبوع الاستعداد احنا متعلقين فيه بآية هنتأمل فيها سوا، وإن شاء الله بركة ربنا تعم علينا في بركة الصيام. الآية بتقول: لا تكنزوا لكم كنوزا على الأرض حيث يفسد السوس والصخر. متى 6:21 بتقول: لأنه حيث يكون كنزك هناك يكون قلبك أيضا. حبيبي، كنت عايز أقول لك إن إحنا مش من الأرض. لو أنت عندك تحويشة وعايز تحوشها، ما تحوشهاش في مكان هتسيبه وتمشي. إحنا ربنا عايزنا معاه فوق في السماء، فياريت التحويشة كلها تكون في السماء فوق. تحويشتنا على الأرض هنسيبها ونمشي. الأرض مش بتاعتك. الأرض لو بتاعتك اكنز، حوش، اعمل اللي انت عايزه على الأرض، لكن ده احنا جايين لها رحلة وماشيين. كنت عايز أضرب لكم مثل بأي دولة حضرتك انت بتروح تشتغل فيها 5 سنين، ويقول لحضرتك اتفضل ادي عقد العمل، انت موجود معانا في ال5 سنين دول، هتشتغل وهنديك عربية وهنديك شقة وهنديك مكان تسكن فيه. بعد العقد ما يخلص حضرتك بتسلم العقد بتاع العربية، عقد بتاع الشقة، عقد بتاع الفيلا، أي حاجة حضرتك بتكون ساكن فيها، ويقول لك شكرا عقدك انتهى، اتفضل حضرتك ارجع بلدك لأن العقد بتاعك انتهى. ما بعرفش أحوش فيها لأن ده مش مكاني، ده مش بلدي. نفس القصة رب المجد يسوع قال لنا عليها. انت في الأرض ما هياش مكانك، ما هياش بلدك، ما هياش المكان اللي انت هتعيش فيه للأبد. فأرجوك لو في تحويشة حوشها في المكان اللي انت هتعيش فيه أبدي. فعشان كده بقول لحضرتك خلي تحويشتك للسماء مش تحويشتك للأرض. برضو عايز أقول لكم على حاجة تانية، إن ربنا لما بيجي بيدينا نعم وبيدينا خيرات عشان نستثمرها. بيدينا الصحة، بيدينا مال، بيدينا المواهب. فهو بيقول لك اتفضل أو أنا اديتك استثمار، ورينا هتستثمر إزاي. هل هتستثمر في الأرض ولا هتستثمر في السماء؟ لما بيكون معاك كنز وهتخبيه تحت الشجرة، تقعد طول اليوم ما بتشتغلش ولا بتعمل أي حاجة، عينيك فين؟ عينيك على الشجرة لأن تحتيها الكنز. فعشان كده بقول لك اوعى يكون تركيزك كله في المواهب اللي ربنا اداها لك، إن أنت تكون باصص على الحاجة اللي في الأرض مش الحاجة اللي في السماء. عندنا مثلا في الكتاب المقدس بيقول لنا كده إن الناس اللي بتستثمر غلط والناس اللي بتحوش غلط في الأرض بتطلع فوق في السماء مكانها الطبيعي بتندم على التحويشة اللي هي حوشتها. مثل مين؟ مثل الغني الغبي. الراجل هد المخازن وعايز يعمل مخازن جديدة، بيستثمر غلط، بيستثمر في مكان مش بتاعه. في الآخر ساب كل حاجة وطلع فوق. ربنا بيقول له فين استثمارك؟ قال له أصل أنا نسيت إن أنا استثمرت في الأرض، ما استثمرتش فوق في السماء، المكان اللي هيفضل طول حياتي فيما بعد هو كنز حياتي. الآية اللي بعد كده اللي احنا عايزين نتأمل فيها: حيثما يكون كنزك هناك يكون قلبك. أعزائي أحبائي، سؤال صغير عايز أسأله لكم. أنت اشتياقك تروح السماء ولا اشتياقك تفضل في الأرض؟ اشتياقك تبقى مع رب المجد ولا اشتياقك ان انت تنزل في الهاوية؟ التحويشة اللي انت بتحطها هتحطها علشان قلبك يكون متعلق بيها، هتحطها هتاخدها معاك فوق في السماء، ولا هتسيبها في الأرض ويبقى قلبك متعلق في الأرض؟ حبيبي اللي فوق اللي بياخد تحويشته فوق معاه بيقول ليه اشتياق أن أنطلق. أصلي تحويشتي معايا وعايز أطلع فوق لربنا، عايز أطلع أسكن معاه، تحويشتي فرحان بيها هطلع أسكن فيها فوق. لكن اللي حوش في الأرض وقلبه تحت في الأرض، تقول له في كورونا يقول لك لا أنا مش عايز أموت، تقول له في مرض يقول لك لا أنا مش عايز أموت، خايف يموت، خايف تحويشته، خايف تعبه، شقاه هيروح في الأرض لأن هو كان بيحوش للأرض. في قصة كده جميلة كنت تسمعها، يقول لحضرتك كان في واحد على فراش الموت بيموت، وكان الناس كلها بتقول أكيد مش هيموت إلا اللي روحه متعلقة فيه يجي ويسلم عليه. كان معتقد كده في الناس
وفي اهالينا في الاماكن الشعبيه يقولوا انسان لما بيكون بيموت ومش عايز روحه تطلع ده بيبقى روحه متعلقه في حد تاني. جابوا له كل الناس، قالوا مفيش غير اخ مسافر اداهوله هو اخوه اللي يدخل وربنا هيريحه ويطلع السما. جابوا اخوه دخل، قال له حبيبي يا اخويا الف سلام عليك انا جيت لك. الراجل ما بيتكلمش من كتر التعب، عمال يشاور فوق الدولاب. اخوه يقول له طب انت عايز ايه؟ يشاور فوق الدولاب. اخوه راح فوق الدولاب لقى مخده فوق الدولاب، فشاور له قال له دي اللي انت عايزها؟ راح مشاور له بدماغه قال له ايوه هي دي اللي انا عايزها. راح منزلها له. الراجل خد المخده في حضنه ومات. قعدوا يعيطوا، خلاص عايزين بقى الراجل بقى ايه يظبطوه عشان خاطر يدفنوه. يشدوا الراجل مش عايز يتشد، يشدوا المخده مش عايزه تتشد، الراجل قفش فيها ومات. مع كتر الشد المخده اتقطعت ونزل منها رزم فلوس كان محوشها الراجل روحه متشعلقه في الفلوس، الراجل روحه متشعلقه في الارض وفي الاخر وساب اللي كان متشعبط فيه. اصلا مش مكانه، مش حياتنا، احنا حياتنا فوق في السماء. حبيبي عايز اسالك سؤال، لو انت عايز تعرف انت متعلق في السماء ولا متعلق في الارض، اسال نفسك انا فكري فين؟ قلبي متعلق فين؟ اسال نفسك انت جوه القداس مركز مع المسيح، مركز مع الذبيحه، مركز مع ابونا، مركز؟ ولا انت واقف في القداس دماغك عماله تودي وتجيب؟ يا ترى الفايده بتاعت البنك النهارده الشهادات بتاعت العيال بكام في المية؟ يا ترى العلاوه اللي انا هاخدها في البنك هتبقى كام؟ يا ترى الوظيفه؟ يا ترى الامتحان؟ يا ترى الدكتور هيعمل معايا ايه النهارده؟ عقلك مش في الكنيسه، عقلك مش مع المسيح. اوعى يكون قلبك كمان مش مع المسيح. لو عقلك مع المسيح كل حاجه هيكون ملكك. دي كلمه صغيره يمكن تكون تفيدكم بحاجه، لكن اللي انا بقول لك اوعى تكنز لنفسك كنز يضيع منك، اوعى تضيع كنزك استثمار في دنيا ملهاش اي لازمه، دنيا هنسيبها وهنروح بعيد. اشكرك ومعلش اسف اذا كنت طولت عليكم، وان شاء الله لينا لقاء في محطه جديده من محطات صيام المقدس.